السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين إيه نصلي كده على النبي يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معنا في القناة ويفعل معنا زر الجرس عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. وما تنسوناش باللايك الجميل بتاعكم. انا هنا بقى لي فترة ما عملتش أكلة على القناة، قلنا بقى نعمل مع بعض كده بامية باللحمة. انا هنا جبت حلة يا جماعة، حطيتها على النار وحطيت عليها قيمة ربع معلقة سمنة. انا مش هكتر سمنة هنا، طبعا احنا عارفين اللحمة بتتشوح بالسمنة مش بالزيت، فانا ما كترتش هنا السمنة علشان اللحمه بتاعتي مليانه فيها نسبه دهون. يعني انا شلت الدهون على قد ما اقدر، فبس برضو فيها نسبه دهون. وخدت اللحمه بتاعتنا صدمه كده، وبعد كده نزلت عليها بورق اللوري والفلفل الاسمر والحبهان وبصلايه صغيره كده متقطعه مكعبات، وشوحت كله في بعضه. وانا هنا سبت الغطا مكشوف بحيث ان انا برضو مش عايزه اللحمه تنزل لي ميه كتير، انا عايزه ميتها تنشف على قد ما اقدر علشان انزل عليها بالميه وما تاخدش معانا وقت في السويه. وقطعت طماطمايه صغيره هنا برضو مكعبات ونزلت عليها اللحمه، وهنا بقى نزلت عليها بالميه. انا طبعا ببقى مغليه الميه علشان اللحمه بتاعتنا برضو ما تاخدش وقت في السويه. هنا غطيت اهيت، نسيب بقى اللحمه تستوي. تعالوا مع بعض نعمل الباميه الجميله بتاعتنا باللحمه. هنا انا جبت طاسه اهيت حطيت فيها قيمه ربع كوبايه زيت كبيره. ونزلت هنا بالبصلايه وسط، قطعتها مكعبات، وهسيبها لما لونها يصفر معايا. ايوه زي اللون ده كده تماما. وهنزل هنا عليها بربع معلقه او نص معلقه معلقه مليان كبيره اللي بناكل بيها فلفل احمر مطحون، وربع معلقه توم مهريسه مطحون. وهننزل كده على الصلصه بتاعتنا، على البصله بتاعتنا. لما بقى تبتدي تدبل خالص وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هنا انا كنت ضاربه الطماطم ومصفيها، ننزل بقى عليها بالطماطم بتاعتنا، وهسيب الطماطم لما تتسبك. انا حطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وهسيب الطماطم لما تتسبك، يعني تبقى تتسبك معانا. نبقى نرجع تاني ونقول لكم هنعمل ايه. هنا الطماطم هي تقريبا اتسبكت معانا زي ما انتوا شايفينها كده. انا بقى كنت جايبه نص كيلو باميه ومقطعاها، عملتها وقمعتها زي ما انتوا شايفينها اهيت، ولونها خضر جميل ازاي طازه. وحطيتها هنا بقى في الصلصه تاخد تكمل سويه بقى كده، نص سويه كده في الصلصه، يكون الصلصه سبكت معانا تماما ويكون الباميه خدت نص سويه زي ما انتوا شايفينها اهيت. الصلصه تعتبر اتسبكت تماما ونشفت شويه. وهنا بقى الباميه قربت اللي هي تستوي تستوي، تقرب تستوي معانا. هنا انا حطيت اللحمه بتاعتنا في الباميه. انا حطيت هنا نص اللحمه لان في عندي اللي بياكلها بباميه وفي اللي بياكلها بشوربه. انا حطيت نص كميه اللحمه اللي كانت عندي في الباميه، واسيبها بقى لما تاخد غلوه كده ولا غلوتين تكمل، على ما الباميه تكمل سويها واللحمه تندمج مع الباميه. وحطيت هنا كبشتين بقى شوربه، لازم شوربه يا جماعه من اللحمه علشان تدي للباميه طعم حلو جدا. وهنقلبها في بعضها كده وهنسيبها لما تستوي تماما والصلصه بتاعتنا تنشف زي ما انتوا شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، حلاوه الباميه. فين بقى العيش والليمون؟ الواحد ياكل باميه الواحد ما كلاش من زمان. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه تحفه.